هنكمل مع بعض وصفات عيد الأضحى. وفيديو النهاردة معانا وصفة سريعة لكن لذيذة جدا. وصفتنا النهاردة كباب الحلة أو اللحمة بالبصل، على حسب ما بتسموها، مش هتفرق كتير. المهم اننا هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا. وكمان احسن حاجة في كباب الحلة انه مش بيحتاج مكونات كتير خالص، بالرغم من بساطة الوصفة الا انها بتطلع جميلة جدا وبطعم مختلف عن اللحمة العادية، وهتبقى دايبة وطعمها خطير. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله اتهوم ام عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمكونات اللي معايا لوصفة النهاردة: كيلو لحمة عجالي. والحلو في كباب الحلة انك تقدري تستخدمي اي قطعية لحمة انت بتحبيها، المهم بس تبقى متقطعة قطع صغيرة بالشكل ده عشان تستوي اسرع. وكمان ياريت تبقى كلها متقطعة بحجم واحد عشان كلها تاخد نفس التسوية، بس انا بصراحة بخلي الجزار يقطعها لي بالشكل ده. وتاني حاجة معانا في مكونات النهاردة هو البصل. ولا قد ما تقدري كتري البصل لان هو اساس الوصفة. وانا قطعت 3 بصلات متوسطين قطع صغيرة او مكعبات. اما بالنسبة للتوابل اللي معايا: ربع معلقة صغيرة من كل اللي هقوله: فلفل اسود، كمون، جنزبيل، قرفة، توابل لحمة، بابريكا. والملح بنظبطه بعد ساعة من التسوية. وممكن مش تستخدمي كل التوابل دي وتكتفي بالملح والفلفل الاسود بس. طيب دي المكونات اللي هحتاجها، مش بحط معاها اي حاجة تانية خالص. قولولي في التعليقات بتحبوا حاجة تانية ولا بتكتفوا البصل زيي. بنجيب طاسة ونحط فيها 3 معالق كبار سمنة بلدي او دهنة او ليا. بنسيبها لحد ما تسيح وتسخن كويس. اول السمنة ما بتسخن بنحط فيها حتة من الدهنة او اللي كانت مع اللحمة وبنشوحها في السمنة. بنحط عليها كل اللحمة بتاعتنا، واحنا اول ما بنحط اللحمة بنسيبها زي ما هي، مش بنقلبها لحد ما تاخد صدمة من تحت. بنقلبها عشان اللحمة تاخد صدمة من كل الجهات. وانا مش بحمرها، يا دوب بديها صدمة بس. وعلى ما اللحمة تاخد صدمة، لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك على الفيديو، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا هما كمان. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي، اهلا بيكم في قناتي المتواضعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وشكرا لأي حد بيشجعني وبيكتب لي تعليق جميل. بعد ما اللحمة كلها اخدت صدمة، انا بنقلها في حلة، لكن انتي من البداية ممكن تحطيها في الحلة وتديها صدمة، لكن انا بحطها في طاسة في الاول عشان اديها صدمة في حاجة واسعة، عشان اعرف اتحكم فيها مش اكتر من كده. بحط عليها كمية البصل اللي عندي، وانا بحط البصل من غير ما اكرمله او احمره، وهو كده كده هيتكرمل مع اللحم وياخد من طعمها وقت تسويتها. بنقلبهم مع بعض كويس. بعدين بنضيف عليها 2 مية مغلية تغطي اللحم، واحنا مش بنحط كميات كبيرة من المية. بنحط عليها كل التوابل ونقلبهم مع بعض. نسيب الحلة على نار عالية ونغطيها ونسيبها لحد ما تغلي. واول ما تغلي بالشكل ده بنهدي النار ونسيبها متغطية لحد ما تستوي براحتها خالص. ما بنزودش مية خالص للحمة غير لما بنلاقيها شربت ميتها ولسه ما استوتش. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو، اللحمة شربت كل المية اللي فيها. الاول بندوقها عشان نشوف استوت ولا لسه. وانا في الوقت ده حطيت نص معلقة صغيرة ملح، وانت ظبطي الملح زي ما تحبي. وانا دقتها لقيت انها لسه ما استوتش، فبحط لها نص كوباية مية مغلية، ما بكترش عن كده. برجع اغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي كويس جدا. وانا كيلو اللحمة اخد مني 3 كوبايات مية مغلية لحد ما اللحمة استوت تماما. وكمية المية اللي بتاخدها اللحمة على حسب حجم قطعة اللحمة، وعلى حسب نوعها وعلى حسب قطعيتها. وده كباب الحلة بعد ما استوى، وانا بصراحة بحب اسويه لحد ما يشرب كل ميته، فبخليها ناشفة خالص زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وكمان اللي نازل منها في الطبق دي بواقي الدهنة او السمنة.
وهي طالعة طرية ومستوية مظبوطة جدا. وكده بقت جاهزة على الأكل على طول، تقدري تقدميها جنب أي حاجة بتحبيها، زي رز بشعرية زي اللي عملناه على القناة، أو حتى عيش بس، وتعمليها سندوتشات هتبقى جميلة برضو. وقولولي برضو في التعليقات بتحبوا تاكلوها جنب ايه، عشان ناخد أفكار من بعض. ما تنسوش تشوفوا باقي وصفات اللحمة اللي عملتها معاكم على القناة، جربوها وقولوا رأيكم بصراحة في التعليقات. ولو عندكم اي استفسارات في فيديو النهاردة او اي وصفة تانية اكتبوها لي وان شاء الله هرد عليكم. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.